في خبر غير مسبوق، تداولت عدة وسائل إعلامية معلومات تم تسريبها من داخل القصر الجمهوري تفيد بأن الرئيس السوري بشار الأسد تلقى خبر مقتل مستشارته الإعلامية لونا الشبل ببرود غريب وغير متوقع، ما أثار الكثير من التساؤلات والتكهنات حول علمه المسبق بقضية موتها. مصادر موثوقة داخل القصر أفادت بأن الأسد كان في اجتماع مع بعض كبار الضباط والمسؤولين في الدولة عندما وصله نبأ وفاة مستشارته لونا الشبل، وذلك جراء الحادث المروري المريب الذي تعرضت له منذ عدة أيام. وعكس ما كان متوقعا من ردة فعل رئيس يواجه وفاة أحد أقرب مستشاريه، لم يظهر الأسد أي علامات على الحزن أو الصدمة، بل على العكس بقي هادئا. وعندما سأله أحد الحاضرين عن إذا كان يرغب في تأجيل الاجتماع، أجابه الأسد بأن الأمر لا يستحق أن نلغي الاجتماع من أجله، ما أثار ذهول الحاضرين واستغرابهم. وواصل الأسد الاجتماع وكأن شيئا لم يحدث. هذه اللامبالاة أثارت شكوكا كثيرة وأطلقت فرضية حتمية حول احتمال أن يكون الأسد على علم بالحادث قبل وقوعه. فالشبل التي كانت تعتبر إحدى أكبر الشخصيات نفوذا في دائرته المقربة كانت قد أثارت خلال الفترة الأخيرة الكثير من الجدل داخل الدوائر السياسية والإعلامية، وذلك بسبب محاولتها بناء إمبراطورية مالية خاصة بها تضاهي تلك الإمبراطورية التي تبنيها أسماء الأخرس زوجة بشار الأسد، حيث تفيد التسريبات إلى أن هناك توترات كبيرة وصراعات داخل القصر الجمهوري بين الشبل التي تربطها علاقة عاطفية ببشار الأسد وبين عدوتها اللدود أسماء الأخرس، وقد تكون هذه العداوة وراء هذه الحادثة. كما تحدثت عدة مصادر أن بشار الأسد قد رفع الحماية عن لونا الشبل وسمح للإيرانيين باعتقالها، وذلك بعد أن اتهمته إيران بأنه وعن طريق مستشارته لونا الشبل قام بتمرير معلومات لإسرائيل عن مكان تواجد المقرات السرية للإيرانيين داخل دمشق، التهمة التي نفاها الأسد عن نفسه، وأكد لهم بأنه لو فعلا حدث ذلك فقد تكون مستشارته هي من تخابرت مع إسرائيل وسربت المعلومات من تلقاء نفسها. وخوفا على مصالحه معهم فقد أعطى الأسد الإيرانيين الصلاحيات التامة للقبض على لونا الشبل والتحقيق معها. وبحسب الرواية الرسمية التي تناقلتها عدة مصادر إعلامية موثوقة، فإن لونا الشبل قد ماتت تحت التعذيب في أقبية الحرس الثوري الإيراني دون أي تصريح منهم للنظام السوري عن الاعترافات التي أدلت بها الشبل تحت التعذيب، فقد قامت بالاتفاق مع المخابرات السورية وبتواصل شخصي مع الأسد باختلاق قضية الحادث الوهمي الذي تعرضت له لونا الشبل والتي فارقت الحياة على إثره بسبب نزيف دماغي. وبهذا يكون الأسد قد ضحى بعشيقته ومستشارته الشخصية من أجل مصالحه وبقائه في السلطة، فكم من المحيطين بالأسد ويكنون الولاء له سيغدر بهم هذا الطاغية ويضحي بهم ليبقى متربعا على عرشه لآخر رمق في حياته.